بتقول: اتجوزت جواز صالونات من بنت عرفتني عليها أمي، وبعد كتب الكتاب اعترفت لي إنها كانت مرتبطة بابن عمها وما حصلش نصيب. قلت لها مش مهم، اللي فات فات يعني، وكنت فاكر إن ده عادي. بعد الجواز رجعت مرة من الشغل، لقيت على موبايلها رسالة عادية جدا هو باعتها. بدأت أغير، حاولت أسيطر على نفسي، بس الشك بدأ يملأ قلبي، وبدأت أمنعها تكلم حد، وكل ما تحصل مشكلة أعايرها إنها عرفت حد قبلي، خصوصا لما جالي شغل بره مصر رفضت تيجي معايا. تخيلت إنها رافضة عشان تفضل جنبه، وبدأت أراقبها وأراقبه وما لقيتش حاجة، بس برضه مش عارف أعيش رغم إن أنا كنت مرتبط قبلها، بس مش قادر ما أشكش فيها. هو إيه قصة لازم أكون أول واحد في حياتها دي؟ والله يا نجم، يا رب تكون الأخير اللي اتعلم في حياتها وما تبصش لواحد بعدك. يا فرحتك وانت الأولاني وتسيبك وتاخد بعدك اللي أحسن منك. وبعدين هو اللي اتخطبت دي بقالها ماضي هي كمان؟ يعني واحدة مرتبطة بابن عمها وربنا ما أردش واختلفوا، بقت كمان دي عندها ماضي؟ طب ما تاخدوهم بقى يوم ما يتولدوا البنات، هي البنت اللي تتولد تستلموها كده من المستشفى الرجالة، حطوها جنبكم في لغاية ما تصلح للجواز واتجوزها. لكن انت هتسيبها تعيش كده؟ هتعيش وتكلم ولاد عمها وممكن تتخطب، ويا خبر لو حبت. ازاي الكلام ده؟ هو ايه التخلف اللي احنا عايشين فيه ده؟ الراجل اللي عارف انه ما يقدرش يتجاوز الافكار المريضة دي انا برجوه. انا مش هقدر اقول للستات ما تحكيش وكوني بوشين وتكسفي من اخطائك، مش هقدر اقول ده. لكن اقدر اقول للرجاله: لو انت مش موجود فيك حجم المروه والسمو وقوه الشخصيه اللي تخليك تتجاوز اللي انت شايفه تجاوزات، يا ريت ما تقرب لهاش. بس حقيقي انا مش مصدقاك. راقبت تليفونها ما لقيتش فيه حاجه، فتحت رساله لقيتها رساله عاديه. انت بتتلكك ولا انت بقى اللي عندك مشكله شك اصلا؟ طلق مين؟ انت مش تلقى زيها تاني، تطلق مين؟ انا مش عارفه طلاق ليه، عملت ايه هي؟ هو سهل الطلاق كده؟ كل واحد راسه توجعه ولا يجيله صداع يطلق؟ حاجه غريبه والله.